انهم يعملوا مزار سياحي، وبينزلوا المية وبيعوموا وبيكونوا مستمتعين بالوقت جدا. وبعدين لقوا معدات غطس بتاعت ابو مايا، وحاطط المعدات هنا بسبب ان في كهف تحت المية وهيكتشفوه، وبيبقوا عايزين ينزلوا يغطسوا، ومايا ما بتبقاش موافقة علشان خطر عليهم، ولكنهم بيقنعوه وبيلبسوا لبس الغوص وبينزلوا وبيدخلوا الكهف وبيشوفوا آثار وبيلاقوا معبد، وبيكونوا مبهورين باللي شايفينه. وبتظهر لهم سمكة كبيرة، ونوع السمك ده ما بيشوفش، ولكن حواسه قوية جدا. ونيكول كانت بتلمسها، السمكة دافعت عن نفسها وهجمتها، ونيكول بتتخض وبترجع بجسمها وبتخبط التماثيل وبتوقعها وبتعمل غبار جامد جدا، وما بيبقوش شايفين بعض. وكمان الاتصال بيفصل منهم وما بيسمعوش بعض. وبيظهر لهم بن وبيقول لأليكس انه ندمان انه عرفها على المكان السري ده. وفجأة بيظهر قرش وبياكل بن، ومايا وأليكس بيهربوا وبيحكي لهم اللي حصل، وبيقولوا انهم لازم يمشوا حالا. وهم طالعين القرش بيتهجم على نيكول، ولكنه اتحشر في الصخر، والقرش بيهدم